يا دي ايوه انا العريس، والنهارده يوم خطوبتي. يوميات الواد بتاع المانيا بيزودن وما احد. الليلة يا قمر يا الأحبة والشوق بالمحبة. النهارده اليوم الثالث من اجازة الثانوية في مصر، وزي ما قلت لكم من الفلوج اللي فات اني رجعت مع اهلي تاني للبيت بتاع البلد، المكان اللي اتربيت فيه وعشت كل طفولتي هناك. والفلوج اللي فات قضينا اليوم كله سوا وشفنا الطقوس اللي بتتعمل يوم الجمعة. مش متخيلين انا كنت مبسوط قد ايه وانا بدعبس في ذكريات البيت ده، حرفيا كل ركن فيه مليان ذكريات. تعالوا بقى نجيب اليوم من اوله مع بعض، واللي بيبتدي بداية غريبة شوية. محدش بيفطر كبسة في الكوكب خالص. ايه العريسة اهو، ايه العريسة اهو. وطبعا مع الفطار الغشيم ده ما كنتش هفوت جرعة فيتامين دي في شمس البلكونة مع العيلة، واللي بدأوا يصحوا من النوم واحد ورا التاني. ولما كل العيلة اتجمعت في البلكونة، ولاد اختي قرروا يختبروا المستوى بتاعي في الانجليزي، وانا كمان قررت اسألهم في شوية معلومات عامة. سانت يونس يعني كثبان رملية. ايه الانجليزي ده؟ الكلمات خلصت. ليزرد. سحلية. انتوا بتحفظوا اسم السحلية ليه بالانجليزي؟ يعني هي لما تشوف السحلية تقول ليزرد. السؤال الاول معانا ب10 جنيه. النبات بيتنفس ايه؟ اكسجين. اكسجين. النبات بيتنفس اكسجين، ده كائن حي. النبات بيتنفس اكسجين عادي. بيتنفس امتى ثاني اكسيد كربون؟ في عمليه البناء الضوئي. بس السؤال الثاني معانا ب15 جنيه. ما هو اقوى عنصر في الطبيعه؟ حديد. اجابه خاطئه. الماء. غلط. سقف الماما معانا 15 جنيه. الماء لان في حاجات على الايه؟ ماء. الماس. نسحب ال 15 جنيه من امك. استنوا عندي سؤال بس بمناسبه الماس. ايه هو اقرب عنصر في الطبيعه في التكوين الجزيئي؟ بابا هيجاوب ده للماس. اقرب عنصر شبه الماس بالظبط، اختلاف طفيف. الازاز. لا لا، ولا الحديد. امال ايه طيب؟ الفحم اقرب تكوين جزيئي للماس. وبعد حصة الكيمياء دي شربنا الشاي الجميل ونزلنا اخدنا توك توك علشان نعمل شوية زيارات عائلية سريعة نصل فيها شوية ارحام علشان ربنا يبارك لنا في الطلعة دي. ومن اهم واجمل الحاجات اللي بحبها في الارياف واللي بشوفها ميزة كبيرة بصراحة هي نوع الهدايا اللي الناس بيهدوها ببعض، واللي لقيتها اول ما رجعنا تاني البيت. يا جمهورة. الحمام حلو، خدي لك حمامية. الحمام طعمه لذيذ. كنت الكوسيه دي. يا لهوي. النور يا سيدي العرسان. يا سيدنا عرسان. ماليش في الحمام قد كده. انا ما بحبش الحمام قد كده. الفراخ بتقول ايه عنه؟ يا ندى الله خرابي على التتبيله. احيي. شفتها؟ تتبيلة الفراخ. لا كفايه. المشكلة بعد الجريمة دي ابويا بدأ يتعصب علشان اتأخرنا على ميعادنا مع الناس، وبالرغم من ان ازاي يشتغل في البيت بس انا مش هخلي حاجة تنكد عليا النهارده. انا سامع صوت صغير. بعد كده كان لازم الم الدور وانزل علشان اجهز بدل ما اترن على يوم خطوبتي. تعالوا بقى نجيت ريدي سوا. كده الحمد لله نكون جهزنا لواحد من اهم ايام حياتي. تعالوا بقى نطلع نوريهم الاوتفيت ونشوف رد فعلهم ايه.